اوعى يا عمي. ولد اخوي، الاخ يعمل كده في اخوه. خد شنطتك وباقي عزالك واتكل على الله من هني. عيب عليك يا ولد ابوي، هروح فين بس دلوقتي في الليل؟ ده حتى صباح رباح، وبعدين يعني احنا في غربة مع بعض، تعمل كده؟ هتروح مطرح ما تروح، بلاد الله واسعة. ماشي يا ولد ابوي، هروح اجيب بس عربي واحمل بقى عزالي وهمشي، وحاسب لك البيت خالص. عمي، ايه اللي حصل يا ولد اخوي؟ اللي حصل كتير يا عمي. جيت في وقتك يا عمي، وبالمرة معاك العربية ننقلوا عليها العزال. لما تقول لي ايه اللي حصل يا ولد اخوي؟ اخوي عايز يطير وراي من البيت. ما نتجنن في عقله ولا ايه؟ مش اخوه في نص الليل ولا؟ ما انت حد مسلطه ولا؟ بص يا عمي، بالمختصر المفيد، من يوم ما اتجوز ومرته دي عقرب عمالة تزن على ودانه زن زن زن، وتقول له طفش اخوك من البيت، وهو جا اليوم اللي طفشني فعلا فيه. وبعدين الشورى شورة مرته، ما انت عارف. علاء، بالله عليك اتعب معاي عشان نلموا الحاجة بس اللي جوا، العزال قصدي، عشان نحملوه على العربية ونتوكلوا على الله. حاضر يا هيثم، اروح احمل في العزاله لحد ما انت تخلص. ماشي على روح. ماشي على فين يا ولد اخوي في الليل دلوقتي؟ سيبك من الموضوع، فهد عقلوني، ما ينفعش يا ولد اخوي تمشي في الليل. انت لسه قاعد هتمشي ولا كومة؟ نزل يدك من ربك، كوم وانا قاعد، وتحترم عمك. عرفت انه ده اخوك ولد امك وابوك، لازم تحترمه. ولما يكون في حاجه مفروض ترجع لعمك المقام ابوك، ولا انت سامع كلام مرتك؟ خلاص سيبه يا عمي، ما تجادلش كتير معاه، هو اللي في راسه. انا عارف اخوي مش حيتنازل عنه، وانا هعمل اللي في راسك يا ولد ابوي. عارف ليه؟ عشان خاطر الناس ما تتفرجش عليني، واخد بعض وامشي. غرف 60 داهي. ولد ابوي، ما تتعداش حدودك معاي، انا محترم ان عمك واقف. سمعني ولا ما سمعنيش؟ انا راجل عندي كرامه، وكرامتي ما تسمحش لكده. انا قلت لك ماشي، خلاص تسكت وتوفر كلامك. وهرجع واقول لك، وقفة عمك وسطيني هي اللي مصبراني عليك. واه واه واه، تعلي صوتك على اخوك، ده انا النهارده هخلص عليك. وانا يا فهد احترم وقفة عمك. يلا خش يا هيثم، اتبقى عزالك من دول، يلا بينا اخدك عندي في البيت. ماشي يا عمي، انا محترمك وهو مش محترمك. يلا بينا يا عمي. يلا بينا يا هيثم. عاجبك اللي حصل ده يا عمي؟ عاجبك اخوي يعمل كده؟ مال سابيه للغريب بس. خلاص يا هيثم، ما تزعلش نفسك يا ولد اخوي، هي حكايته فهد من زمان بالنظام دي. بيت عمك مفتوح لك في اي وقت يا ولد اخوي. وليه الاخ ما يكونش حنين على اخوه، ويبقى سنده، ويبقى ظهره، مش مجرد ما مرته تقول له كلمتين طير ورا اخوك برا البيت يسمع كلامي، يسمع كلامي. مش هيقولوا الاخ سند؟ الاخ ده مش المفروض يقسم اللقمه مع اخوه في البيت؟ ده احنا جوه البيت وعازلين من بعض، حتى صباح الخير مش هيقولها لك. شفت اخويا وصلت بيه ليه؟ مال اخويا لما يطير ورايا في نصاص الليالي، بل خليا للغريب، خليا للغريب يا عمي. اخوي ده انا عمري ما عملت حاجه وحشه معاه، طول عمري انا سانده وبديله من قلبي. وكنا زمان قبل ما نتجوزوا كنا نقسم اللقمه مع بعض، لكن اخوي من يوم ما اتجوز وضعه اتغير، وضعه اتغير يا عمي، وما بقاش عاملني زي الاول. ده المفروض احنا عشان خاطر اخوات نقسم اللقمه مع بعض، ونطبطبوا على بعض ونحادوا على بعض. ما ينفعش انا واخوي نخسروا بعض عشان خاطر الحريم في البيت، ونخلوا الناس الغريبه تشمت فيني. مش هو ده الصح يا عمي؟ ده الاخ لما يتزنق في فلوس ولا اي شيء هيميل على مين يعني؟
مش هيروح يميل على اخوه اولى من الغريب؟ ها؟ لكن انا ما لقيتش حنيه من اخوي. اخوي طول عمره هيعاملني وحش وفرط في كذا مره، واديك شايف يا عمي عاوز يطير في نصاص الليالي معه. صح يا هيثم، المفروض يبقى الاخ سند لاخوه، بس مصيره يهدى ولد اخوي، مصيره يهدي ويعرف غلطه ويجي يحب على راسه. لا، ولا يحب على راسي ولا يحب على راسه. الموضوع كده خلاص انتهي، وانا معاي المفاتيح في جيبي اهم، اروح اوديهم له بتوع البيت عشان خاطر ما ننساهمش معاي. بربي يكون عايز يطلع ولا يروح البيت يبقوا معاه في جيبه. واه اخوي يشوه صورته قدام عمي ويقول حاكم علي مرته، والله انهارد انا مسايبه. استهدى بالله يا ولد عمي، ده اخوك. اوعى انت يا علاء، اوعى يا عمي. ولد اخوي، ولد اخوي هيثم، ليه يا فهد؟ اتسرعت ليه يا فهد؟ اخوك طيب، كان جايب لك مفتاح البيت، ليه يا ولد اخوي؟ هيثم، هيثم اتسرعت ليه يا فهد؟ اخوك طيب. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الاخ يعمل كده في اخوه، الاخ يعمل كده في اخوه، الاخ يعمل كده في اخوه. ليه يا فهد؟ اتسرعت ليه يا فهد؟ اخوك طيب، كان جايب لك مفتاح البيت،